انه ما شفت برشلونه تاثر بغياب لاعب من بعد ميسي الا رافينيا. لا شك ان رافينيا يتعرض لمؤامره لا احد يفهمها، حتى هو نفسه بدا يتعجب من الظلم المحيط فيه. وين الظلم؟ انا شفت بلوت سوكر انه توجت جهوده بجائزه افضل لاعب في الليغا بالموسم الماضي، وانت بوجهه نظرك هيك جائزه اعطيته حقه الكامل، او اصلا هو نال ما يستحقه من تكريم لجهوده طيله الموسم الماضي؟ طالما حصل على جائزة أفضل لاعب في الليغا، معناها الدوري الإسباني أعطاه تكريم لكل ما قدمه مع الفريق، وعوضت كل نقطة عرق بذلها في سبيل الفريق. حلو، طيب الليغا قدرته، بس الفيفا والويفا ليش ما قدروه وأعطوه ما كان يستحقه من إبراز ما قام فيه وإظهار تأثيره الكبير للجميع؟ بهي غلبتني بصراحة، لأنه بجائزة البالندور حصل على المركز الخامس، وبجوائز لابيس كان بالمركز 11. شفت كيف اللاعب شعر بالظلم اللي دائما كان ينكر تصريحاته، بس وصل لمرحله بدا يفكر انه مستحيل في شيء غلط وغير مفهوم. لك حتى التشكيله اللي اعلن عنها الفيفا عن افضل 11 لاعب بالموسم الماضي كان رافينيا غير موجود فيها. معقول لاعب ساهم بعدد اهداف بنفس عدد المباريات تقريبا 62 مساهمه ب 64 مباراه ويكون منسي وغايب بهالشكل؟ معناها كلمه مؤامره اللي حكيتها بالبدايه ما كانت مبالغه ابدا، وكان الموضوع شرح لمعاناه عم يعيشها اللاعب رافينيا حرفيا. رافينيا صدقا لاعب مؤثر في الفريق وحاسم وفعال بشكل غير طبيعي، بالاضافه لشخصيته القياديه يلي بتظهر بالوقت اللي بيكون الفريق بحاجه إلها. على فكره هذا الشيء كان واضح بغيابه عن برشلونه هذا الموسم، كان في ثغره بالفريق وعانى الفريق والارقام تثبت. بتصدق لو بقول لك انه ما شفت برشلونه تاثر بغياب لاعب من بعد ميسي الا رافينيا هذا الموسم؟ انت متخيل الدرجه اللي وصلها رافينيا بالفريق؟ تخيلت اهميته الكبيره وقت يكون مع الفريق؟ رغم انه ميسي لاعب لا يقارن، بس انك تشبه تاثير غيابه بتاثير غياب رافع عن برشلونه هذا الموسم، هذا الشيء كثير كبير. ما حكيت عن نفس مقدار التاثير، بس اللي بقصده انه فعلا برشلونه بغياب رافينيا عانى بشكل كامل، لانه بعدم وجود رافينيا غابت القيادة وغابت الروح وغابت الفعالية وغاب من يبدأ بعملية الضغط لتطبيق أفكار المدرب هانز فليك. وهذا كله كان سبب كافي لنشوف برشلونة بيستقبل أهداف كثير وبيخسر بأهم وأقوى المباريات. والله طلعت حتى أنا ظالمه، فلا أعتب على الفيفا والويفا. رافينيا ظلم ولم يأخذ حقه الكافي، وإذا كانت كرة القدم عادية لازم يكون هذا الموسم موسم خاص فيه فقط، لأنه يستحق ولأنه لاعب مجتهد يحب عمله ويحب فريقه. وهلا حابب اسمع رأيك عن رأيي بالتعليقات، حط لي لايك للفيديو قبل ما تمشي، ولا تنسى انه اشتراكك بالقناة مهم. شير المقطع على رفقاتك، بكبر فيكم وشكرا، سلام.